عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة. النهاردة هنخزن الكرنب بتاع رمضان بطريقة سهلة وبسيطة. خليكم معانا وشوفوا الطريقة. دلوقتي جبت الكرنب يا جماعة اهو. الكرنب اليومين دول جميل جدا وشتوي جميل جدا وتخزنيه. شوفوا الكرنباية جميلة جدا اهي. دول 2 كرنباية اهي، جبتهم نقيتهم زي ما انتوا شايفين كده. لازم الكرنبايه بتاعتنا ما تكونش مكتومه ولا مهويه. هنفرز معاكم الكرنب بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا ونرص الورق. عملت الكرنبتين دول يا جماعه في 10 دقايق، والله ما خدوا مني 10 دقايق. اول حاجه هننضفه، هنشيل الراس دي بالسكينه زي ما انتوا شايفين، وبعدين هقوره كده. هلف السكينه زي ما انتوا شايفين واقور الكرنبه زي ما انتوا شايفين كده اهي يا جماعه. جبت ميه حطيت فيها معلقه سكر ومعلقة ملح اهي. معلقة السكر، حطيت معلقة الملح الاول وبعدين السكر، واسيب المية تغلي. دي نص ليمونة، عصرة نص ليمونة عشان تحفظ الورق، عشان انت هتخزنيه في الفريزر، عشان تفضل الورقة حلوة زي ما هي، ما تغيرش لونها في الفريزر زي ما انتوا شايفين كده. قورته. هشيل ورقة ورقة وبعدين لما المية غليت كده معانا شلت الورق كده حطيته في مية سخنة هغسله. بعد ما شلته من المية السخنة حطيته كده في مية اهي يا جماعة، في مية باردة كده علشان كمان نوقف من عملية السوا بتاعه. هقطع العروق كده زي ما انتوا شايفين اهو مرة واحدة يا جماعة. وبعدين برص الورق واقطع كده بعرض الورقة يا جماعة، مش بالطول، عشان العروق بتاعتنا دي زي ما انتوا شايفين. وهرص الورق كده على بعضه اهو اهي يا جماعة. جميل جدا يا جماعة، جربوا الطريقة دي. هعمل معاكم واحدة تانية. هرص الورقة كده، حتى لو الورقة مقطوعة يا جماعة مش مشكلة، برضو بتتقطع معانا اهو. انا بقول لكم بصوا، انا بقول لكم ما تقطعوش الورقة بالطول بالعرض اهو. قطعت كده واسوي الورق كده زي ما انتوا شايفين. جربوا الطريقة دي يا جماعة، جميلة جدا اهو. وتخزنين رمضان. كل سنة وانتوا حضراتكم طيبين. اللهم بلغنا رمضان. جميل جدا يا جماعة. وبعدين برصه زي ما انتوا شايفين، بحطه في اطباق كده فويل. ممكن تحطيه في اكياس عادي تخزنيه في الفريزر. جربوا الطريقة دي. ألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.